في نص الليل كل الناس نايمة وانت لوحدك، ممكن في اللحظة دي تغير مصيرك كله. السر في قيام الليل. لو عايز الراحة، استجابة كل اللي بتتمناه، يلا بينا نفتح الباب ده مع بعض. هتكلم النهاردة عن كل حاجة تخص قيام الليل، تعريفه، تبتدي ازاي، تفضل مستمر ازاي، كل حاجة بتدور في دماغك عن قيام الليل. هحكي لك تجربتي الشخصية وأقول لك ليه أنا مؤمنة إن كل واحد فينا لازم يكون عنده جزء من الليل بينه وبين ربنا. قيام الليل ببساطة هي أي صلاة بتصليها من بعد العشاء لغاية أذان الفجر، يعني حتى لو ركعتين بس بعد ما صليت العشاء تعتبر قيام ليل. مش لازم تصلي قبل الفجر على طول، مش لازم تكون حافظ جزء كبير قوي من القرآن، مش لازم تكون شيخ عشان تبدأ قيام ليل. كل اللي انت محتاجه انك تكون عايز تقرب بجد من ربنا شوية، شوية وقت وركعتين بإخلاص. الناس دايما بتتلخبط بين التراويح والتهجد وقيام الليل. التراويح هي قيام الليل، بس التراويح بنصليها في رمضان وبنصليها جماعة. التهجد نوع برضو من قيام الليل، بس بيكون بعد ما تنام وتصحى تاني. يعني التهجد دايما جزء من القيام، بس القيام مش جزء من التهجد. فهمني؟ يعني باختصار أي وقت في الليل تصلي فيه لله هو قيام الليل، ولو داومت عليه حتى لو بركعتين انت كده بدأت تدخل في عالم تاني، عالم السكينة، عالم الارتباط بالله بجد. نقول دلوقتي ايه فضل قيام الليل في القرآن والسنة. عارف ليه قيام الليل مختلف؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن في أكتر من موضع وأكتر من مدح، ومدح بيه بالخصوص عباد معينة قوي. ربنا قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ناس كانت بتنام قليل قوي، والليل عندهم مش للنوم بس، الليل كان للقيام، للدعاء، للاستغفار. ربنا في سورة السجدة بيقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يعني سابوا السرير والراحة عشان يقفوا بين ايدين ربنا، مش خايفين بس، لأ، خايفين وطمعانين ومتشوقين لرحمة ربنا. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان بيصلي الليل حتى تورمت قدماه. تخيل لما أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها سألته: أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال لها إيه بقى؟ قال لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني حتى ما ينفعش أشكر ربنا على كل النعم اللي هو مديها لي؟ يعني هو قيام الليل مش بس للمغفرة للذنوب، لأ، ده كمان تقدر تقيم الليل شكرا لربنا، حبا في ربنا. فما بالك بينا واحنا اصلا محتاجين المغفرة دي في كل لحظة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد قال: افضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة قيام الليل. وفي حديث تاني بيقول: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومناهاة عن الإثم. شفت؟ قيام الليل مش بس عبادة، ده بيطهر القلب، بيبعدك عن الذنوب، وبيقربك من ربنا فعلا. كل اللي جرب قيام الليل بإخلاص عارف يعني إيه الآية اللي هقولها دي دلوقتي: وقوموا لله قانتين. قيام الليل مش بس صلاة، قيام الليل لقاء مع رب كريم. بيقولك في الثلث الأخير من الليل: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. انت متخيل؟ ربنا بينزل بنفسه بيسأل: في حد محتاج؟ في حد تعبان؟ في حد تايه وعايز يرجع؟ وده بيكون في وقت قيام الليل. بعد ما عرفنا عظمة قيام الليل بيجي السؤال اللي بيجي في بالك دلوقتي: طب أنا أبدأ إزاي؟
أنا مش حافظ قرآن، أنا باكسّل أصحى بالليل، بابقى عايزة أقوم بس ما باعرفش أقوم، ولو قُمت ما باعرفش أصلّي كتير، أعمل إيه؟ ده اللي هنجاوب عليه دلوقتي خطوة بخطوة. دلوقتي هنبدأ نخش في الجزء العملي، إزاي تبدأ قيام ليل، خصوصًا لو أنت مش متعوّد أو بتحاول لسه تبدأ ولسه مش قادر تلتزم. أول خطوة من الخطوات العملية هي النية. قيام الليل مش محتاج استعدادات ضخمة ولا تجهيزات صعبة، كل اللي محتاجه إنك تقول لنفسك قبل ما تنام يا رب أنا ناوي أقيم وأصلي بين إيديك، حتى لو ركعتين، حتى لو ما قُمتش ربنا بيكتبها لك، تخيل! ليه؟ لإنك نويت وحاولت. النبي قال: "من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه." فما بالك بقى بواحد ناوي يصلّي لربنا. يبقى أول نية قُلنا عليها أو أول استعداد هي النية. تاني استعداد عملي، نام بدري ولو مرّة واحدة في الأسبوع. تاني خطوة هي النوم بدري. عارف إيه اللي بيبوّظ قيام الليل؟ السهر، الموبايل، المسلسلات والفيديوز اللي بنقعد نشوفها. جرّب حتى يوم واحد في الأسبوع تنام 10 أو 11، تصحى قبل الفجر بنُص ساعة بس، هتحس بفرق مش طبيعي. تالت حاجة، مش لازم تبدأ من فوق. يعني إيه من فوق؟ ناس كتير بتقول لك قوم صلّي 8 ركعات، اقرأ سورة البقرة كاملة، صدّقني ده اللي بيخلّي ناس كتير أوي تكسّل. ابدأ بركعتين بس اتقنهم، اقرا سورة الفاتحة وسورة صغيرة، وقُل أي دعاء أنت تعرفه، ولو حسيت بخشوع كمّل كمان ركعتين. مش مهم الطول، المهم الصدق. أربع حاجة رابع حاجة، اضبط المنبه بذكاء. يعني إيه؟ يعني ثبّته في وقت معيّن، يعني مثلًا قبل الفجر بنُص ساعة، لو هتصلّي الفجر 04:30 قوم 04:00. في ناس بتقوم 04:30 تقرا وتدعي وتستغفر، بس لو ما بتعرفش تقوم صلّي حتى بعد العشا على طول، برضه يعتبر قيام ليل. الموضوع فيه مرونة كبيرة، ربنا كريم أوي بينا. خامس حاجة، ادعي وأنت بتصلّي حتى لو مش حافظ كتير. في السجود أنت أقرب ما تكون لربنا، قول اللي في قلبك بأي لغة، بأي كلمات، حتى لو قُلت يا رب ساعدني، يا رب طهّر قلبي، يا رب اغفر لي، دي لحظة ربنا بيسمعك فيها وبيحب يسمعك. سادس حاجة، الاستمرارية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل." يعني حتى لو بركعتين بس في اليوم، لكن أنت مستمر أحسن مليون مرة من 10 ركعات مرة واحدة وبعدين تختفي بعديها ما ترجعش تاني. خلّي قيام الليل عادة تستمر فيها كل يوم. تمام، يبقى كده إحنا عرفنا نبدأ إزاي. طب هنصلّي إزاي؟ يعني أرتّب صلاتي إزاي؟ أصلّي قد إيه؟ أقرا إيه؟ الجزء الجاي ده هاقول لك أكننا بنصلّي سوا. دلوقتي خلّيني أمشي معاك خطوة بخطوة. لو أنت ناوي تبدأ أو بدأت فعلًا وعايز تعرف إزاي تصلّي، تعالَ أقول لك إيه هو إزاي تصلّي قيام الليل عمليًا، إيه عدد الركعات، تقرا إيه، تختم وإزاي تختم بالوتر. هاقول لك كإننا بنصلّي سوا. أول حاجة ابدأ بركعتين، زي أي ركعتين في النهار. في الركعة الأولى مثلًا سورة الفاتحة وسورة الإخلاص، الركعة التانية سورة الفاتحة والفلق أو الناس. خلّي كل حركة فيها خشوع، ركوعك، سجودك، دعائك. وأنت في السجود احكي كل اللي جواك،
حتى لو بكيت، حتى لو كنت مش عارف حتى تقول إيه. لو بقيت مستعد خلاص، صلّي 4 ركعات، ركعتين، ركعتين. يعني تصلّي ركعتين وتسلِّم، وبعدين تصلّي ركعتين تانيين وتسلِّم، وبعدها ركعة واحدة وتْر. كده صلّيت 5 ركعات، عدد بسيط أوي لكن أجرها عظيم جدًا. تقدر تقرا في كل ركعة سورة سهلة، الضحى، الشمس، الأعلى، أي سورة أنت بتحبها، وربنا ما بيقيسش بطول القيام الليل، بيقيسه بخشوع قلبك. طيب صلاة الوتر أصلّيها إزاي؟ الوتر هو سُنّة مؤكدة، النبي ما تركهاش أبدًا. ابدأ بركعة واحدة تقرا فيها سورة الفاتحة، وبعدين في السجود ادعي بأي دعاء، ولو حبيت تزوّد صلّي 3 ركعات زي المغرب مثلًا، أو ركعتين وركعة منفصلة. في دعاء اسمه دعاء القنوت، ده دعاء سهل ومؤثّر. بيقول إيه بقى؟ بيقول لك: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. لو مش حافظه مفيش مشكلة، ادعي من قلبك أي حاجة، بالعربي، بالعامية، كلماتك أنت. ممكن تصلي ركعتين، 4، 6، أو حتى 8 حسب قدرتك. ممكن تصلي بعد العشا مباشرة، قبل الفجر على طول، أو حتى بعد النوم لو قدرت. ولو تعبت اقعد في الصلاة، خلي قيام الليل نافلة، مسموح تصليها وانت قاعد عادي. قيام الليل مش لازم يكون بالصوت العالي، ولا تبالغ في إنك تردد الآيات على طول. خلّي الكلام طالع من قلبك مش من لسانك. أنت بينك وبين ربنا في أصدق لحظات العمر. اللي بيجرّب قيام الليل مرّة بيحس بحاجة غريبة أوي، بيحس براحة، بنور، بطمأنينة في القلب غريبة. بس يا ترى الموضوع ده فعلًا لرمضان بس، والّا تقدر تحافظ عليه طول السنة؟ تعالوا نشوف مع بعض. في رمضان إحنا بنعيش أجواء إيمانية مختلفة، مساجد مليانة، الناس مقبلة على العبادة، القلوب رقيقة جدًا في عبادة ربنا، والجو كله بيساعدك على التقوى وعلى الإيمان. التراويح والتهجد، التراويح والتهجد هما صورتين من قيام الليل في رمضان. الفرق بين التراويح والتهجد بسيط جدًا، التراويح بعد العشا، وغالبًا بيكون من أول ليلة، التهجد بيكون في آخر الليل، وده أقرب لقيام النبي صلى الله عليه وسلم. طب بعد رمضان، ليه بنبطّل قيام الليل بعد رمضان؟ ليه؟ لمّا بنخرج من أجواء الجماعة ننسى اللي بيننا وبين ربنا. قيام الليل مش مرتبط بشهر معين، هو عبادة قلب، مش عبادة موسمية أبدًا. أنت بعد رمضان مش لازم تكمّل بنفس الوتيرة، بس خلّيها حتى ركعتين مش لازم ال8. اقرا جزء من القرآن مش لازم الختمات كل يوم، حتى لو مرّة في الأسبوع. صدّقني هتفضل متصل بالله، وهي دي الحكمة كلّها في الموضوع. حافظ على العادة، قيام الليل مش مشروع رمضاني، دي علاقة بينك وبين ربك، علاقة خاصة، هادية ومستقرة. حافظ على القليل بس خلّيه ثابت. خلّي بالك وخلّي قيام الليل يوم ثابت بس في الأسبوع، ليلة الجمعة مثلًا، أو أي ليلة هادية في جدولك. رتّبها كإنه ميعاد، ميعاد مع ربنا. الناس اللي داومت على قيام الليل حياتها كلها اختلفت، حتى لو الظروف صعبة، حتى لو مش حافظ، وحتى لو كنت تايه، بس الشعور اللي في لحظة السجود بالليل ما يتوصفش. في الجزء الجاي هشارك معاكم قصص حقيقية لتجارب ناس قامت الليل وشافت حاجات غيرت حياتها. أول قصة بنت بتحكي إن هي كانت في حالة نفسية سيئة جدا، تايهة، بتغلط كتير،
وبعيدة عن ربنا، لحد ما سمعت شيخ بيقول لو حسيت إنك مش عارف تتوب صلي ركعتين الليل، واطلب من ربنا يساعدك. بتقولي أول ليلة كنت بصلي وأنا مش عارفة حتى المفروض أقول إيه، كنت بعيط بس قلبي كان مرتاح، ومن يوميها بدأت أتغير. ما اتغيرتش فجأة، بس شوية شوية بدأت أحس إن ربنا معايا. إيه اللي حصل لي؟ بتقولي ربنا غير قلبي، هداني. بدأت من هنا، من سجادة الصلاة في نص الليل. شاب تاني كان بيقول كنت عاطل بقالي شهور، مش لاقي شغل ولا عارف أعيش حتى. واحد صاحبي قال لي قوم الليل وإيدي في السجود وقول يا رزاق ارزقني، يا كريم لا تتركني. بيقول قعدت أسبوعين بصلي ركعتين كل ليلة، وفي ليلة بكيت في السجود وقلت يا رب أنا مش طالب غير باب أفتحه، ساعدني. تاني يوم جاله شغل من شركة ما قدمش عليها في الأول، وبعدين ما قعد يفكر افتكر اللي هو قدم عليها من أكتر من سنة. اتصلوا بيه قالوا له أنت اتقبلت. في أم تانية كانت بتقول ولادي بدأوا يبعدوا عن الصلاة، قلبي كان بيتقطع. قررت أقيم الليل كل يوم وأدعي كل ليلة واحدة واحدة. كانت بتدعي وتقول اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم حبب إليهم الإيمان. بتقولي بعد أسابيع قليلة قوي ابني جه لوحده وقال لي ماما أنا عايزة أصلي كل يوم ساعديني. بتقول لما سمعت الجملة دي بكت بكى ما بكتهوش من سنين. كل واحد جرب قيام الليل بيحكي عن لحظة حصل فيها شيء غريب، راحة مفاجأة، استجابة دعاء بعيد قوي، هداية بدون سبب. لأن ربنا وعد وقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما هل يستوي؟ الإجابة طبعا لأ. اللي بيقيم الليل مش زي أي حد تاني. طيب لو أنا عندي كرب، مهموم تعبان، هل قيام الليل ممكن طريق للفرج؟ في الجزء الجاي هنتكلم عن قيام الليل كوسيلة لتفريج الكرب وفك الهموم وكسر القيود. في وقت الشدة، في وقت الضيق، لما تحس إن مفيش أي باب بيتفتح، قيام الليل هو الباب اللي عمره ما بيتقفل، الباب اللي ربنا بنفسه بيفتحه كل ليلة ويقولك هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. الثلث الأخير من الليل هو أنقى وقت، الناس نايمة، الدنيا ساكتة، القلب بيبقى أنقى وأصدق. في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى بينزل السما نزولا يليق بجلاله، وبيسأل عباده فين اللي محتاج، فين اللي تايه، فين اللي بيبكي. وكل اللي عليك إنك تقوم وتسجد لربنا وتقوله على كل اللي جواك. في قيام الليل الدعاء بيكون مختلف، انت مش بس بتطلب، انت بتتكلم مع ربنا وانت في أضعف لحظة وأقرب لحظة في نفس الوقت. النبي قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. ادعي براحتك، ادعي للي بتحبهم، ادعي للي ظلموك، ادعي للي تعبانين، ادعي لنفسك بكل حاجة جواك. قول يا رب لا تتركني وحيدا وأنت معي، يا الله اجبرني جبرا يليق بعظمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. مش لازم تحفظ أدعية طويلة، قول اللي في قلبك بكلماتك انت، وربنا أقرب ليك من أي كلام. في ناس مهمومة وفي قيام الليل ربنا طمنهم، ناس مظلومة قيام الليل كان مفتاح نجاتهم، ناس كانت مديونة مكسورة وموجوعة فدعوا في الليل وربنا بدل أحوالهم من حال إلى حال.
اللي بيقوم الليل مش بس بيصلي، ده بيحتمي في رب كريم، بيحكي له عن كل اللي محدش فاهمه ولا أي حد قادر يطبطب عليه غير ربنا. ساعتها القلب بيتصلح والدنيا بتهون. الناس دي هي اللي جربت قيام الليل. هل الناس دي مثالية؟ لأ طبعا، في أخطاء بتحصل. في الجزء الجاي هنتكلم عن أشهر الأخطاء اللي بيقع فيها وإزاي نتجنبها. الخطأ الأول هو الاستعجال في الصلاة. تبقى عايز تصلي كتير فتكروت الصلاة، تقرا القرآن على طول، تدعي بأي دعوة وخلاص. القيام مش سباق، خلي كل حركة حاضرة، حتى لو صليت ركعتين بس خليهم من قلبك. الخطأ التاني القلق من عدم الإتقان. ناس كتير قوي بتخاف اللي هم لو مش حافظين صور طويلة أو مش عارفين يركعوا صح، لكن في الحقيقة قيام الليل مش كمال، هو خشوع. انت لو صليت ركعتين بنية صافية ربنا ان شاء الله يتقبلها. الخطأ التالت التوقف عن بعد فترة قصيرة. زي ما قلتلك أهم حاجة الاستمرارية. ناس كتير قوي بيسيبوا قيام الليل في الأول، يقولك أنا تعبت ومش قادر أكمل أو مفيش وقت، لكن الحقيقة لازم تكون مرن مع نفسك. حتى لو مبتدئ خليك صبور، اتفق مع نفسك إن في البداية الموضوع هيبقى بسيط، ركعتين بس كفاية، ومع الوقت هتحس بالنشاط والراحة وتبقى قادر تكمل. رابع خطأ هو عدم تحديد وقت ثابت. لو كنت حابب تقوم كل يوم خلي ليك وقت ثابت، قبل الفجر بشوية، خليه في روتينك. حتى لو كان يوم واحد في الأسبوع بس خليك متواصل، أهم حاجة. الخطأ الخامس والأخير الاستسلام للكسل. ناس كتير قوي لما بتلاقي نفسها تعبانة في الأول بتكسل، لكن في الحقيقة قيام الليل بيقوي إرادتك. لو تقدر تقيم الليل وانت تعبان ده بيكون أقوى من أي تعب. طيب، بعد ما عرفنا الأخطاء اللي ممكن تتجنبها، هنتكلم في الجزء الأخير إزاي نحافظ على قيام الليل كعادة مستمرة. أول حاجة خلي بداية ثابتة، تبدأ بالقليل. زي ما قلتلك ابدأ بركعتين بس، مش لازم تقرا جزء كبير من القرآن، مش لازم تختم سورة البقرة في اليوم ده، خليها سور قصيرة وركعتين بس في الأول، ولو حتى كمان مرة في الأسبوع. أهم حاجة الاستمرارية، المفتاح هنا الاستمرارية مش بالكمية. زي ما قلتلك تحديد وقت ثابت، قبل الفجر بشوية، بعد العشاء بشوية، خليه وقت ثابت كده زي وقت الأكل أو النوم. تالت حاجة افتكر كويس قوي الأجر والمكافأة، خلي في ذهنك دايما الأجر العظيم اللي بيترتب على قيام الليل. النبي قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و... وما تأخر. وكل ليلة فيها أجر عظيم، أجر بيقلب حياتك. ما تكملش يومك إلا بعد قيام الليل. بعد ما تصلي قيام الليل خليك واثق إن باقي يومك هيكون فيه بركة. الطاقة اللي هتاخدها من قيام الليل هتكون دايما معاك طول اليوم. دعوة الأهل للمشاركة. لما تكون انت مش بس لوحدك اللي بتقيم الليل، تشجع اخواتك، زوجتك، اولادك على قيام الليل. لو كل واحد في البيت كان حافز للتاني هتكون الاجواء كلها مليانة نور. التوبة والمراجعة الدائمة. لو حسيت انك ضعفت او فتحت عينك على الدنيا ارجع بسرعة وابدأ من تاني. التوبة فرصة جديدة. قيام الليل هو باب مفتوح للرجوع والتصحيح. المهم إنك ما تيأس من رحمة ربنا. الدعاء والاستغفار. في كل مرة تصلي قيام الليل خلي دعائك صادق، واطلب من ربنا القوة والثبات. استغفر دايما وادعي من قلبك خصوصا في السجود. وختاما عشان طولت عليكم، قيام الليل هو مفتاح للسلام الداخلي، مش بس صلاة، هو وقت تكتشف فيه نفسك، تتواصل مع ربنا في أصدق لحظاتك. احفظ اللحظات دي وخليها عادة مستمرة.
قيام الليل إكسير الحياة والنور اللي في الظلام. افتكر إن كل ليلة هي ليلة تغيير، وكل لحظة هي فرصة جديدة. الليل طويل لكن النور في قلبك دايما موجود. طولت عليكم في الفيديو، بس أنا حبيت أعمل فيديو قيام الليل من أوله لآخره، منسيبش أي حاجة، منسيبش أي أسئلة. لو استفدت من الفيديو شاركه مع صحابك. أتمنى دايما السكينة والطمأنينة، وفي النهاية خلي القيام الليل جزء من حياتك. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب، تشارك الفيديو مع ناس بتحبهم، وتقولي تجربتك في التعليقات مع قيام الليل، أو هتبدأ إمتى قيام الليل.